ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض طبق بصاره، نقول على كام تكه فيه كده ازاي البصاره تاخد معايا لون حلو قوي والطعم يجنن. سهل قوي وبسيط وبجد فايته كتير اللي ما جربش البصاره. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي تقريبا حوالي ربع كيلو فول مدشوش غسلاه كويس ومصفياه. عندي الخضره بتاعتي شبت وبقدونس وكزبره. انا واخده من كل حزمه واخده نصها. هحط دلوقتي نص الخضره والنص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. عندي بقى بصلتين وسط، وعندي حوالي 4 فصوص توم، محضره ميه مغليه. انا مش هضيف ميه كتير جدا، مجرد بس تبقى اعلى من الفول والخضره تقريبا بحوالي 2 3 سنتي، مش اكتر من كده. احطه بقى على نار متوسطه يبدا يستوي مع بعض كويس. وفي الوقت ده انا عندي معلقه سمنه ومعلقه زيت. محضره بقى بصلايه وسط كده، مقطعها مكعبات صغيره، وهبدا اقلب فيها. انا عايزه البصلايه تبدا تدبل معايا كده. ومحضره حوالي 4 فصوص توم، وضايفه عليهم معلقه كزبره كده مليانه صغيره. اول ما البصلايه بتاعتي خلاص بدات تدبل معايا، هبدا بقى انزل بالثوم بتاعي بالكزبره. ونفضل نقلب فيه بقى كويس جدا كده، ونفضل ايدينا على طول فيه عشان ياخد لون، الاتنين ياخدوا لون مع بعض حلو قوي مظبوط. في الوقت ده انا عندي البصاره بتاعتي بتستوي. بصوا اللون حلو قوي، هو ده اللون اللي انا محتاجاه. هسيبه على جنب وهقول لكم هنعمل بيه ايه. انا البصاره بتاعتي خلاص بقى بدات تدخل على سوا، تقريبا واخده حوالي 3 ارباع سوا. هبدا انزل بالخضره التانية، ودي خطوه مهمه جدا عشان تحافظ على لون البصاره ان هي تبقى لونها اخضر فاتح حلو قوي معايا. هبدا بقى احطها ومش هغطي عليها، هسيبها كده لحد ما تستوي. اول ما خلاص تستوي هبدا اضربها بالهاند بلندر كلها. طبعا ما فيش هاند بلندر ممكن نضربها طبعا في الخلاط بتاعي. وهبدا انزل عليها بنص الكميه بتاعتي بتاعت البصل والثوم. حلو قوي وتاخد غلوه مع بعض، وكده تبقى البصاره جاهزه معايا. بصوا القوام بتاعها مظبوط وحلو قوي. ونبدا بقى نضيف الملح بتاعنا. عندي رشه نعناع بتدي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي للبصاره. بصوا القوام بتاعها حلو قوي. خلي بالكم البصاره بعد ما بتتجرف وبتقعد شويه بتبدا تتقل شويه، وده القوام الحلو المناسب بتاعها ولونها يجنن. مع حبه بقى من البصلايه اللي احنا كنا محمرينها وبألف هنا.